outrage growing after parents discovered gender identity videos were shown to their elementary age children without their consent during school hours. Take a listen. أنا بحب العرايس. عندي أمين بقول لهم مامي وماما. أنا عايز أكون نفسي وأقف مع معتقداتي. برايد معناها إنك تبقى حر. طول حياتي لا حسيت إني بنت ولا ولد، وعلشان كده أحب أبقى نفسي. الشخص لازم يكون ما يشعر به داخل قلبه. أنا حاسس إني ولد وده شيء يسعدني. Joins us now. Good morning, Kyle. Good morning, Ainsley. Good morning. So tell us why you decided to remove your children. Ainsley, this is the straw that broke the camel's back. There have been growing issues within not just our... أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات حياة مهاجر بأمريكا. الحقيقة الجزء من الفيلم ده اللي انتوا شفتوه هو أحد الأفلام اللي عملتها أحد المدارس في ولاية كنتاكي. والحقيقة عرضوه على السوشيال ميديا، والشيء الملفت للنظر إن هم ما خدوش رأي أولياء الأمور إذا كان ممكن يصوروا الفيلم ده ولا لأ. وده الحقيقة بينقض كل المتعارف عليه في أمريكا. يعني الأطفال دول third, fourth و fifth grade، يعني سنهم ما يزيدش عن 11 سنة، 9 10 11 سنة. والكلام ده هم قالوه، يا ترى قالوه طواعية ولا أملى عليهم من المدرسين؟ ده شيء غريب جدا، وانا الحقيقة ما كنتش اعتقد انه ممكن يحصل في امريكا، لان هنا القانون بيحمي الطفل تماما، وطالما هو قاصر وتحت السن القانوني لا يمكن ابدا يقدروا يصوروا طفل ويخلوه يتكلم بالمنظر ده ويعرضوه على الملأ، يعني يبقى بابليك بدون اخذ موافقة اولياء الامور. ده شيء غير طبيعي، لا يمكن يحصل. يعني عايز اقول لكم ان حتى لو الله لا يقدر لو حصل موقف مع طفل من اطفالنا في امريكا واستدعى وجود البوليس، يعني مثلا هتخانق مع حد ضربه، حد زقه وقعه كده، المدارس بتخلي مسؤولياتها تماما وبتكلم البوليس. بيجي البوليس ما يقدرش يتكلم مع الولد كلمة واحدة غير لما يتصل بأبوه أو أمه، وأبوه وأمه يحضروا الانفستيجيشن دوت. حتى مجرد السؤال إيه اللي حصل ما يقدرش. فما بالك بقى إن حاجة زي كده تتعمل ويصوروا الأطفال بالمنظر ده ويعرضوها، وخصوصا الكلام في القصة اللي هي تكاد تكون غريبة وبتنتشر بشكل رهيب جدا، ومحدش فاهم ليه خالص. حتى الأمريكان مش فاهمين إيه اللي بيحصل. الحقيقة في واحد من أولياء الأمور اسمه كايل ما عجبوش الموضوع دوت وبدأ يستنكر الفعل دوت. والحقيقة الراجل لما استضافوه في التلفزيون قال إن أنا مش أنا لوحدي، كل أولياء الأمور اللي أنا قابلتهم مستائين جدا وخايفين. كل أولياء الأمور مستائين جدا وخايفين إن هم يترفضوا من الشغل. يعني متخيلين إن هو لو فتح بقه وقال كده ما يصحش على موضوع زي كده إن هو ممكن يترفض من الشغل. ده معناه إيه يعني؟ مش فاهم. إذا كانت أمريكا بتتغنى بالحريات وكل واحد حر في رأيه وكل واحد حر في فكره وكل واحد حر في جسمه وكل واحد حر في شكله، ترسم تاتو، تحط تاتو، تعمل وشك كله تاتو، تخرم ودنك، تطول ودنك، يعني بيعملوا أشكال غريبة جدا في جسمهم، محدش يقدر يقول لهم تعملوا إيه ولا تسووا إيه. بلغ بيها الأمر إن أنت لو فتحت بقك في موضوع زي كده ممكن الشغل يطرشك، ممكن يمشيك، لأنك أنت مالكش حق إن أنت تعترض على حاجة زي كده وتتكلم في موضوع زي كده، لأن دي حريات. بس مش عارف I don't know يعني what kind of freedom is it. الحقيقة الراجل قال أنا هشيل ولادي من المدرسة البابليك. أنتوا عارفين في أمريكا في بابليك سكول زي مصر كده وفي برايفت سكول. البابليك سكول اللي هي مدارس الحكومة يعني، والبرايفت سكول بتدفع لها مصاريف وبتكون غالية الحقيقة، مش بسيطة، ولكن
كل الناس النهارده اللي هي بتعترض على الموضوع دوت بتاخد ولادها الكاثوليك سكول، عشان الكاثوليك سكول ما بتدرسش حاجات زي كده. يعني انا يعني ايه لازمة فيديو زي كده؟ هي الفيديو ده مهم لان الناس اللي جايه جديد وما تعرفش، احنا في مصر بنسمع عن الكلام ده وبنشوفه في فيديوهات او ناس كتير بتتكلم عليه، وحتى في مصر برامج كتير اتكلمت عليه بس ما عاشوش الواقع ده. معلش، هو النهارده بينضفوا الجنينه ديت استكمالا للحلقه اللي فاتت النظافه في امريكا. شايفين الراجل ده جاي بينظف الملعب. كنت بكلمكم عن المينتنس بتاع الجناين والحدائق العامة والشوارع، فانتوا زي ما انتم شايفين وسامعين المكنة اللي بيقص فيها الحشيش، والمكنة دي بتقص أطراف الحشيش اللي هو المكنة القص الحشيش الكبيرة ما تجيبوش. كنت عايز أقول إن أنت لو جاي النهاردة أمريكا هتبقى عامل حسابك على حاجة زي كده. ممكن ما ياخدوش رأيك، ممكن أغلب الولايات ممكن يصوروا فيلم زي كده، يقنعوا ابنك بحاجة زي كده، ويقولوا له أنت حاسس بإيه، هيسألوه. مش هتبقى انت في منأى عن اللي بيحصل حوالينا ده. انت هتبقى جزء منه في البابليك سكول. هيدوا كتب تتقري من نوع معين، هيدوهم اساينمنت انهم يقرا كتاب فلاني او يكتبوا عن موضوع آه انا حر في جسمي، ولا انا مش ولد ولا بنت، انا اختار اللي انا عايزه وهكذا. Yeah, But it's perfect now. Yeah, yes, I love it. not a lot of humidity. Yeah, yeah, I don't know if yeah, you too. هو الراجل حس انه ازعجني يعني، فاتكلم معاه شويه عشان ما اتضايقش. آه مضطر اطلع بره الجنينه عشان يعني الصوت صعب جدا مع المكنه دي. فكنت عايز اقول لكم وانت جاي امريكا هتبقى انت آه شايف قوي ان انت ممكن ولادك يتعرضوا حاجه زي كده وانت هتبقى صاحب القرار. بس انا مش عارف الحقيقه حاجتين. الحاجه الاولانيه، ليه بيحصل في امريكا الكلام ده اذا كان هم بينادوا بالحريات وفي نفس الوقت بيجبروا الاطفال ان هم يتعلموا حاجه زي كده وبشكل بشع، يعني شكل ضغط مش شكل حريه. انا مش شايف دي حريه خالص، يعني ان هم اطفال ما عندهمش ادراك يتكلموا في موضوع زي كده ويدخلوا في دماغهم ويخلوا ولدي انا بلعب بالعرايس، يعني انا مفيش مشكله ان العب بعرايس، وبعد شويه هيقول لهم انا حاسس ان انا بنت. يعني كلام فارغ. يعني عندنا في مصر او في الشرق الاوسط توجه اخر ان انا بلعب بالعرايس، فمامته وهو يقولوا لا انت راجل سيب الكلام دوت، ويبداوا يحسنوا من سلوكه ويقولوا كده مش صح. يمكن كنت كلمتكم قبل كده ان انا بالنسبه لدخول الولاد الكليات كنت بقول لكم البروفيسورز والناس الكونسلرز بيقولوا لهم انت تختار اللي انت عايزه، سيبك من ابوك وامك، اعمل اللي انت عايزه، اعمل. بس الولد ما عندوش ادراك. الولد عنده 17 18 19 سنه، هو مش فاهم يعني ايه كليه مثلا يعني كمبيوتر ساينس، او يخش مثلا كليه طب. هو مش عارف تبعيات هذا الموضوع. هو مش عارف انه هيدرس مثلا في طب 7 سنين ولا هيدرس 8 سنين حسب مقدرته، ولا الكمبيوتر ساينس انه هيفضل يعني لازم يكون كويس جدا في الماث، ولازم يكون له عقلية معينة، ولازم يكون بيحب القعدة على الكمبيوتر. في أطفال ما تقدرش تقعد 5 دقايق يعني على الديسك، ما تقدرش، هي طبيعتها كده. ولكن مع ذلك يختار الولد، وبعدين بعد سنتين لا أنا هغير كارير، مش عايز، I don't like it, I feel like I don't like it, I'm moving out. So يعني دي حاجات سيئة جدا. فما بالك بقى طفل عنده 9 سنين 10 سنين 11 سنة يدخله في دماغه ان هو مش ولد، لا انت مش بنت، لا انا مش حاسس لا انا ولد ولا انا بنت. ايه اللي بيحصل ده مش حرية، وده تدخل اصلا في النمو الطبيعي للطفل. يعني انت هتتحط في المشكلة دي، لكن انا مش شايف لها مخرج الحقيقة، لانك انت ان انت تودي ابنك برايفت سكول، والبرايفت سكول غالية. انت كمهاجر جديد مش هتقدر عليها الا اذا كنت يعني انسان مقتدر، يعني مصر معاك فلوس، لكن وانت مهاجر جديد ما اعتقدش انك هتقدر عليها خالص يعني. فتبقوا محضرين نفسكم لموضوع زي كده. حبيت بس الفت نظركم لان هو
موضوع مش طبيعي ان هم يعني يعملوا حاجه زي كده بدون اخذ راي الاهل، وده منتهى التحول يعني في قضيه حريه الطفل او خصوصيه الطفل، ان محدش يقدر يعني يتدخل في خصوصيه الطفل. حتى في اليوتيوب بيسالك فور كيدز ولا لا، او انت بتبوست الفيديو. حتى في اليوتيوب بيبقى متحفظ قوي ان انت صورت اطفال في الفيديو بتاعك ولا لا، وهكذا. حبيت الفت نظركم لان معظم المتابعين بتوعي يا اما بيحلموا بالهجره او مهاجرين جداد او فازوا في القرعه وعايزين يشوفوا الحياه شكلها ايه. فدي بقت اخطر نقطه دلوقتي، حته البرايد وحته الكلام الفاضي اللي كانوا بيتكلموا فيه ده. ان هو بدا يعمم وبقت زي ما يكون لوسه كده. حتى احنا في اشغالنا وخصوصا الناس اللي بتتعامل مع ناس كتير، الموضوع كتير 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 بقى يعني صعب قوي. تلاقي ولد بيعينوه غصب عنهم، تلاقيه لابس جيبة ولا حاطط ميك اب ولا حاطط روج وماشي ماشي بنات. حاجة صعبة جدا يعني. بس بقوا موجودين كتير، وزي ما يكون كده فتحوا لهم الباب ومحدش بيقدر يجي جنبهم الحقيقة، لأن هم أي حد هيلمسهم هيقول لك ده إساءة لينا وده حرية شخصية وأنا حر، وغصب عنهم ده هم رفضوني عشان كذا، عشان أنا كذا. وبدأت الموضوع تاخد وجهة تانية غير الوجهة اللي احنا متعودين عليها. فخلي بالكم من الناس اللي جايين جداد، يخلوا بالهم من عيالهم، آه، و- ويحاولوا يركزوا شوية في الوقت معاهم، لأن في المدرسة هيلقنوا حاجات مش ماشية مع طبيعتنا خالص. بس ده اللي أنا كنت عايز أقوله النهاردة. أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.